بيبدأ الفيلم مع جون، شاب بيكون عنده 35 سنة وهو بينقل حاجته في العربية بتاعته علشان يسيب المكان ويمشي، وفجأة بتيجي عربية وبتقف جنبه وبيطلع منها أصحابه ساندي وهالي ودان وإيرياس، ويعتبر دول أقرب ناس ليه، لكن بيكونوا محتارين جدا هو ليه جون هيسيب المكان ويمشي من غير حتى ما يودعهم، بس بيخمنوا إنه ممكن يكون مسافر علشان يترقى في شغله أو آخد منصب كبير في جامعة، وبيقولوا إن هم آسفين جدا علشان مفيش قدامهم أي وقت علشان يعملوا له حفلة كبيرة تليق بيه. وقتها بتلاحظ إيرياس لوحة مسنودة على العربية، وبتكون اللوحة دي شبه لوحة الفنان فان كوخ، وبتسأل جون اللوحة دي أصلية ولا لأ، فبيقول لها إن اللوحة دي مش أصلية وأخدها من واحد صاحبه. بعدها بياخدهم كلهم وبيدخل عنده البيت وبيسألوه أنت ليه عايز تسيب المدينة وتسافر، لأنهم بيكونوا مستغربين جدا من القرار ده. فبيقول لهم جون إنه هيمشي علشان ما يقدرش يقعد في أي مكان أكتر من 10 سنين، علشان كده قرر يمشي ويسيب المكان حاليا، بس أصحابه مش بيصدقوه وبيفتكروا إنه بيهزر، وإيدياس بتهزر معاه وبتقول له أنت في ال10 سنين اللي فاتوا مش باين عليك إنك كبرت خالص في السن ولسه شباب زي ما أنت، حتى شعرك لسه أسود. في الوقت ده بيوصل صديقه أرض أستاذ علم الآثار مع صديقته ليندا، وبيدي جون كتاب عن الإنسان ما قبل التاريخ، وبعدها بيجيب إزازة ويسكي عشان كلهم يشربوها ويتبسطوا، وبيقعدوا كلهم يتكلموا ويهزروا وبيتمنوا له إنه يعيش حياة سعيدة جدا في المكان الجديد اللي هو رايحه. في الوقت ده صديقه دان بيلاقي قطعة أثرية غريبة جدا من العظم شبه سكينة قديمة اللي كانوا بيستخدموها في العصر الحجري، وكلهم بيكونوا مستغربين من شكل السكينة لأنها بتكون مصنوعة بطريقة غريبة جدا. وفجأة جون بيسألهم لو إنسان من العصر الحجري قدر إنه يعيش لحد الوقت الحالي، يعني عايش بقاله آلاف السنين، يا ترى شكله هيكون عامل إزاي؟ فبيقول له دان على حسب الكتب اللي قريتها إن الإنسان العصر الحجري كان هيبقى زيهم بالظبط ومش هيختلف عنهم كتير حتى لو قرون عدت، وده معناه إن الإنسان العصر الحجري كان عنده نفس قدرة الذكاء اللي عند الإنسان الحالي. وليندا بيكون عندها حب فضول تعرف أكتر عن الإنسان العصر الحجري، وبتسأل هو إيه اللي ممكن يحافظ على حياة الإنسان العصر الحجري علشان يقدر يخليه يعيش آلاف السنين لحد وقتهم الحالي. وقتها هالي عالم الأحياء بيقول لهم إن الإنسان عشان يعيش سنين كتير جدا فلازم كل خلايا جسمه تتجدد أول بأول، وبيعتقد إن جسم الإنسان يقدر يعيش لحد 190 سنة على حسب تقدير العلم في الوقت ده لعمر الإنسان. وإيدياس بتقول لهم إن كل الناس عاوزين يعرفوا سر الحياة الأبدية وإزاي يقدر الإنسان يعيش للأبد، لكن هالي بيقول لها إن السؤال ده يعتبر سؤال شبه مجنون، وفي ناس زي كومبلوكس وعلماء كتير الناس دي بيعتقدوا إن هم مجانين بسبب أفكارهم، بس في النهاية كل أفكارهم اتحققت ومفيش مانع إن الإنسان يعيش لآلاف السنين. جون وقتها بيقاطعه بيقول له إنه كان هيسافر مع كومبلوكس يكتشف العالم، بس للأسف هو ما بيحبش النوع ده من المغامرات ورفض يروح معاه، برغم إنه مقتنع إن الأرض فعلا مدورة وكروية، بس في نفس الوقت كان بيعتقد إن الأرض دي ليها حافة ممكن يقع منها. واحد من صحابه بيضحك على كلامه اللي بيقوله وبيفتكر إن جون بيهزر، لكن جون بيأكد لهم إنه بيقول الحقيقة ومش بيهزر، وإن كل 10 سنين الناس بيلاحظوا إنه مش بيكبر في السن أو بيحصل له أي تغيير، علشان كده لازم يسيب المكان ويمشي ويروح على مكان تاني ويعيش وسط ناس تانية. وقتها أصحابه بيحتاروا جدا من الكلام اللي بيقوله، فبيقول لهم إن هو أول 4000 سنة عاشهم كان في بلاد بين النهرين، وعاش لحد سن ال 35، وفي الوقت ده كان هو زعيم القبيلة بتاعته، وعلشان الناس هناك لاحظوا إنه مش بيكبر ومش بيتغير افتكروا إنه ساحر فهرب منهم بسرعة قبل ما يخلصوا عليه. وفي ناس تانية افتكروا إنه بياخد قوة وحياة ناس تانية علشان يفضل شباب وما يكبرش، علشان كده خافوا على نفسهم وبدأوا إنهم يدوروا عليه علشان يخلصوا عليه، لأنهم اكتشفوا إن هو مش بيموت فاضطر يهرب لمكان تاني بعيد عنهم محدش يعرفوا فيه، وابتدى ينضم لقبائل تانية وناس تانية وأماكن كتير طول حياته اللي فاتت، وكل ما يحس إن في خطر على حياته بيهرب من المكان اللي هو فيه ويروح يعيش مع ناس تانية ما تعرفوش، وبيقول لهم إنه بيعتقد إنه ما بيموتش بسبب حاجة شريرة موجودة جواه أو حاجة غلط حصلت معاه وخلته مختلف عن كل الناس، ويقدر يعيش للأبد وما يموتش وما يكبرش في السن، لدرجة إنه حس إنه إنسان ملعون. بس بعدها بفترة اقتنع إنه إنسان مبارك وفي هدف كبير جدا ورا حكاية إنه ما يموتش أو إنه ما يتقدمش في السن، وأصحابه بيكونوا قاعدين مذهولين بالكلام اللي هو بيقوله ومش قادرين يصدقوه أو يستوعبوا كلامه. وإيدياس وقتها بتسأله عن اللوحة اللي بتعتقد إن فيها حاجة غريبة أو مخبية ولازم يكشف السر ده ليهم كلهم، فبيقولوا إن الفنان فان كوخ كان صديقه وكان دايما بيروح عنده البيت وبيزوره كتير، وكان بياخد كل أفكار اللوحات اللي بيرسمها من مزرعته، وفي يوم اداله اللوحة دي هدية. وقتها ليندا بتسأله إيه الأماكن اللي تفتكر إنك زرتها وعشت فيها، فبيقول لها إنه زار أماكن كتيرة جدا ولف تقريبا كل العالم، وإنه في يوم كان في بلجيكا واتقبض عليه ودخل السجن لمدة سنة بسبب
انه زور اوراق ومستندات، وبعدها خرج وكمل حياته عادي في مكان تاني. واصحابه بيستغربوا جدا وبيكونوا مش قادرين يستوعبوا اللي بيقوله، خصوصا ان عنده اجابات لكل الاسئله بتاعتهم. وبيقول لهم انه جمعهم النهارده علشان يودعهم، وبعدها بياخد حاجات من البيت وبيروح يحطها في العربيه بتاعته. وواحد من صحابه بيفتكر ان جون عنده مشاكل وعشان كده ما بيقعدش في المكان كتير، لكن هارلي وقتها بيحاول يدور على ميكروفونات او كاميرات مخفيه في البيت، لانه بيعتقد ان اللي بيحصل ده عباره عن مقلب ومش حقيقي. وعند العربيه ساندي بتعترف لجون انها بتحبه، لكن جون ما بيكونش مهتم لانه عارف انه في يوم من الايام لازم يسيبها ويمشي او يفترق عنها، فبيكون مش عاوز يجرح مشاعرها ويسبب لها الم. بعدها بيرجعوا للبيت تاني وبيسالوه ايه اللغات الاصليه اللي ممكن تكون بتتكلمها وهل يقدر يتكلمها حاليا ولا لا، فبيقول لهم انه بيفتكر كلمات قليله جدا، ويأكد لهم ان اللغات القديمه ما اتغيرتش كتير عن اللغه اللي بيتكلموا بيها حاليا. وبيسالوه هل يفتكر اي حد من العصر الحجري اللي كان عايش فيه ولا لا، فبيقول لهم انه كان يعرف راجل اسمه دورا، وده كان بيصطاد حيوانات وكان بيعرف يرسم كويس جدا وبيرسم كل الحيوانات اللي كانوا بياكلوها، بس في يوم ما قدرش يصطاد حيوان علشان كده خلع كل اسنانه علشان يعاقب نفسه، بس بسبب ده حصل له التهاب في عظم الفك واضطر انهم يسيبوه في الكهف لوحده ويمشوا. بعد كده جون بيقول لهم في العصر البرونزي ظهرت بلاد كتيره جدا في الشرق، وتعلم كل لغات البلاد اللي زارها، واكتشف اساطير كتيره جدا عن الخلق والالهه اللي كانت منتشره في كل الاماكن، وانه امن بالهه كتير جدا في حياته. وبيقول لهم ان الهند من ضمن البلاد اللي راحها وعاش فيها، وهناك قابل بوذا اللي كان تلميذ ليه وعلمه حاجات كتيره جدا. وقتها بيوصل الدكتور وولد وبيقول لهم ان الكلام اللي بيقوله جون ده ما يقدرش يثبته انه حقيقه، وبرضه ما يقدرش يثبته انه مجنون او فعلا ان هو انسان من العصر الحجري، وبيحسوا كلهم بالاستغراب. والدكتور وولد بيقول لهم هل هو اتصاب بمرض قبل كده ولا لا، فبيقول له اتصاب بامراض كتيره جدا زي اي شخص طبيعي، يعني مثلا اتصاب بالتهاب رئوي والحمى والجدري، بس الطاعون هو المرض الوحيد اللي نجا منه. وبيقول لهم ان مفيش اي جروح موجوده في جسمه لانها بتشفى بسرعه، وده بيخليهم كلهم محتارين ومش عارفين الشخص اللي قدامهم وهل القصص اللي هو بيقولها دي حقيقه ولا لا، لانها بتتفق مع كل حاجه موجوده في الطبيعه وبتتفق مع العلم. فبيسالوه عن الشهادات العلميه اللي اخدها، فبيقول لهم انه درس حاجات كتيره جدا وقدر ياخد اكتر من 10 شهادات علميه، منها دكتوراه في علم الاحياء من جامعه اكسفورد سنه 1840، واخرها الدكتوراه اللي هو شغال بيها حاليا. فجاه الدكتور وولد بيطلع مسدس ويسال جون لو ضربتك دلوقتي بالمسدس هتموت ولا لا، لكن كلهم بيتوتروا وجون بيقول له اكيد هموت، بس كل الحكايه اني مش بكبر في السن زي كل الناس. والدكتور بيكون مش مقتنع بكلام جون وبيقرر انه يسيبهم ويمشي، لكن هارلي بيقول لهم ان زوجة وولد ماتت امبارح علشان كده هو عصبي جدا. وجون اول ما بيعرف بيخرج بسرعه وراه وبيعتذر له وبيقول له ما كانش يعرف ان زوجته ماتت، وبياخد منه المسدس علشان ما يأذيش نفسه. وبيكملوا اسئلتهم وبيقولوا له يا ترى قابلت حد في حياتك زيك قبل كده مش بيكبر في السن، فبيقول لهم قابلت واحد في القرن ال17 قال لي انه عايش من زمان جدا وقعدنا يومين مع بعض، بعدها كل واحد فينا راح لمكان، وبعد 200 سنه شفته في محطه القطر بس بسبب الزحمه الكتير اختفى وما شفتوش من وقتها. فبتساله إلياس قابلت حد من شخصيات الكتب المقدسه او انه نقابل حد في يوم من الايام من ضمن الانبياء او الرسل او الشخصيات اللي ذكرت في الكتب المقدسه، فبيقول لها شويه حاجات كده بتضايقها، خصوصا ان إلياس بتعتبره بيأذي مشاعرها وبيتطور على دينها. وبيقول لهم انه قابل بوذا وتعلم منه وقعد معاه وقت طويل جدا، وبعدها وصل الامبراطوريه الرومانيه بس ما كانش بيحب حياتهم ولا اسلوبهم لانهم كانوا متوحشين. وبعدها راح الشرق الاوسط علشان يبشر بوذا ويعلمهم كل حاجه قالها، وبيقول لهم انه كان شخصيه السيد المسيح نفسه اخدوه علقوه على الصليب، ولما مات اخدوه دفنوه في القبر بس ما كانش ميت ولكن مغمى عليه، وبعدها خرج من القبر واختفى وسط الناس وراح لمدينه تانية. بس وقتها إلياس بتغضب جدا لانه اتطور على السيد المسيح، فبيبداوا كلهم يتناقشوا المسائل الدينيه ويسالوه اسئله كتير. وقتها بيقول لهم تعاليم السيد المسيح اللي كانت عن التسامح والاخوه والمحبه، لكن اللي بيحصل حاليا بعيد جدا عن تعاليم السيد المسيح. ولما بيرجع الدكتور وولد مره تانية بيقول لهم ان جول اكيد مريض نفسي، واي مريض نفسي بيقدر يتخيل نفسه في اي شخصيه مشهوره او يصور نفسه واحد من الموجودين حاليا او في العصر القديم. حتى في ناس من اللي عندهم الامراض النفسيه تخيلوا ان هم نابليون، فمش بعيد جون يكون مريض نفسي. بعدها جون بيقول لهم ان في خرافات كتيره جدا في الاديان، وان السيد المسيح ما عملش اي معجزات او حتى قوم الناس من الموت، وبيبتدي يهين في جميع الاديان وكل اصحابه بيكونوا مصدومين من كلامه. وإلياس مش بتكون مصدقه
وقتها لو بيقولوا ازاي يسمح لنفسه انه يهينهم بالشكل ده. وقتها بيسكتوا كلهم وبيبداوا يخرجوا من الحوار، وكل واحد فيهم بيقول حاجه لطيفه وبيفضلوا يهزروا مع بعض. وقتها بيشغل جون موسيقى بيتهوفن وكل حاجه بترجع زي الاول، والتوتر بيخف واحده واحده. بس بيرجع حوار الاسئله الدينيه مره تانية، وايديس بتكون غضبانه جدا وبتقول لجون انت كذاب، لان مش ممكن تكون انت السيد المسيح او اي شخصيه من اللي انت قلت عليهم، ولا حتى قابلتهم في حياتك، ودي كلها خرافات وكلام تاليف من عندك، وانه لازم يعترف انه الفها، وان كل الكلام ده من خيالك. وكمان الدكتور وولد بيقول انه لازم يعترف حالا ان كل الكلام اللي هو قاله ده كان من خياله، وان مفيش اي حاجه حصلت وكلها خرافات، وان هدفه انه يستخف بيهم ويضحك عليهم، والا هيحجزوه في المستشفى على اساس انه مريض نفسي. جون وقتها بيعترف ان كل اللي كان بيقوله ده هزار، وانها قصه الفها وهو قاعد معاهم. فبيغضبوا جدا منه، بس بيقول لهم ان هم اللي خلوه يعمل كده ووفروا له كل حاجه محتاجها، والف كل القصص والحكايات دي لان ايديس قالت له انه مش بيكبر في السن ولسه شعره اسود لحد دلوقتي. واصحاب العلماء كل واحد ابتدى يساله في حاجه مش تخصصه، فكان لازم يلعب معاهم زي ما هم لعبوا معاه، وابتدى يالف كل الكلام ده. وقتها اصحابه بداوا يمشوا واحد ورا التاني من عنده ويسيبوه لوحده، ومش بيفضل معاه غير ساندي اللي بتكون مصدقه جدا كل الكلام اللي قاله جون، وانه فعلا مش بيكبر في السن وجاي من العصر الحجري. كل الاف السنين دي كان عايش مش بيموت زي ما قال لهم بالظبط. وبتساله غيرت اسمك كم مره، فبيقول لها انه ما غيرش اسمه ابدا، وطول الوقت كان اسمه جون، وانه مش بيغير اسم ابوه ولا جده. وبيقول لها من 60 سنه كان اسمه جون توماس بارتي. وبيكتشف وقتها ان الدكتور وولد لسه موجود، وبيسمع كل الحوار اللي بيدور بينه وبين ساندي، وبيتاكد ان جون كلامه حقيقي، لكن بيكون مصدوم لما بيسمع اسم جون بالكامل، لانه بيكون هو نفسه اسم ابوه. وبيسال جون اسئله كتير وبيجاوب عليها، وبيتاكد فعلا ان هو ابوه، وبيلومه ان هو سابه هو وامه ومشي، لكن جون بيقول له انه كان مضطر يمشي زي ما قال لهم ويروح لمكان جديد. والدكتور وولد بيكون مش قادر يستحمل الصدمه ولا يستوعب اللي بيحصل، علشان كده بيغمى عليه وبيقع على الارض. فبيطلبوا له عربيه اسعاف بسرعه، لكن للاسف الدكتور وولد بيموت، وبياخدوه في عربيه الاسعاف وبيمشوا. وجون بيكون حزين جدا لانه اول مره في حياته من الاف السنين يشوف ابنه بيموت قدامه. وبعدها بيقرر يمشي ويسيب ساندي لوحدها، وبياخد عربيته علشان يروح لمكان جديد مفيش حد يعرفه فيه. لكن لما بيقف بالعربيه وبيبص لساندي فبتروح بسرعه عنده وبتركب معاه. وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي. ما تنساش انك تشترك معانا علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.